في أوقات كتير بندرك مدى تأثير السوشيال ميديا على حياتنا فنقرر إن احنا نمسحها، ولكن المفاجأة إن احنا بعدها بفترة مش طويلة بنرجع ننزلها تاني. والحقيقة الصعبة هي إنك مش محتاج تمسح السوشيال ميديا من على موبايلك عشان ما تضيعش وقتك كله عليها، انت محتاج تواجه الواقع. السوشيال ميديا ما هي إلا شيء نقوم باستخدامه لإلهاء أنفسنا ولو فترة وجيزة من الزمن عن حاجات احنا المفروض نكون بنعملها في الوقت الحالي، مذاكرة أو شغل أو أيا كان. والدليل إنك أول ما بتمسح السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي بتلاحظ كم الفراغ الكبير في حياتك. عايز أهرب من كل المشاعر اللي أنا قاعد معاها دلوقتي، من كوني خايف من المستقبل المجهول، مقصر في علاقتي مع ربنا، أحلام صعبة أو تكاد تكون مستحيلة. كل تلك المشاعر الدفينة والتي لا تستطيع أن تواجهها عايزين نلهي نفسنا عنها فنلجأ للسوشيال ميديا. في كتابه استرد حياتك من الإنترنت يقول ديمون: وكثيرا ما نشرد ونمل من الاستذكار فنلجأ إلى بعض المماطلة وتشتيت الانتباه الطوعي بمشاهدة اليوتيوب أو تصفح الفيسبوك. مع الوقت تتحول أجهزة الحاسب إلى ما يشبه العكاز الذي نستند إليه لتعويض عجزنا عن التعامل مع أنفسنا حين نمل أو نقلق أو نكتئب. وبهذه الطريقة ينشأ الإدمان والاستسلام للحاجة القهرية إلى تلك الأجهزة. باختصار انت بشكل غير واعي بتقول لنفسك: ايه يا عم، انا هروح اريح دماغي واخدر نفسي والهيها عن كل تلك المشاعر السلبية باني اتفرج على فيديوهات قصيرة. فانت مش محتاج انك تحذف السوشيال ميديا، انت محتاج تروح تواجه الواقع، لان مشكلتك هناك مش مع وجود تطبيقات السوشيال ميديا على موبايلك او لا.